فيديو مقتل التيك توكر المكسيكية فاليريا ماركيز في مشهد صادم وبث مباشر على التيك توك بينما هي تتحدث مع متابعيها من داخل محل صالون التجميل. دخل عليها عامل توصيل وقدم لها دمية حب كهدية ثم أطلق عليها النار. وأكد مصدر من الشرطة في المكسيك خبر مقتل التيك توكر فاليريا ماركيز، وقد تم القبض على المشتبه فيه وما زال البحث والتحقيق متواصل. وقد أكدت بعض المصادر أن صديقها الذي كان ينتمي إلى إحدى العصابات هو من حرض على قتل فاليريا ماركيز بتحريض عامل توصيل الذي كان يظهر في الصورة يقود دراجة نارية. للمزيد من التفاصيل أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل الفيديو المتداول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد معكم توتو اف ام. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ملاحظة هامة: هنالك من يتنمر على صوتي وهنالك من يقول صوتي مزعج، ونعلمكم صراحة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأننا نقدم هذا الفيديو كمحتوى ننقل الأخبار لا أكثر ولا أقل، مع التأكيد للجميع لكم كل الاحترام والتقدير. تفاصيل الفيديو: بتاريخ يوم الثلاثاء 13 من ماي 2025 وقعت جريمة مقتل التيك توكر فاليريا ماركيز داخل محل صالون التجميل الذي تملكه بمدينة خاليسكو بالمكسيك. فاليريا ماركيز هي خبيرة تجميل مكسيكية تبلغ من العمر 23 سنة، لديها الملايين من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مشهد صادم وبث مباشر على التيك توك بينما هي تتحدث مع متابعيها من داخل محل صالون التجميل، دخل عليها عامل توصيل وقدم لها دمية حب كهدية ثم أطلق عليها النار. وأكد مصدر من الشرطة في المكسيك خبر مقتل التيك توكر فاليريا ماركيز، وقد تم القبض على المشتبه فيه وما زال البحث والتحقيق متواصل. وقد أكدت بعض المصادر أن صديقها الذي كان ينتمي إلى إحدى العصابات هو من حرض على قتل فاليريا ماركيز بتحريض عامل توصيل الذي كان يظهر في الصورة يقود دراجة نارية. ونعلمكم إلى حد الآن هذه هي المعلومات المتاحة من المصدر، وسنوافيكم بكل ما هو جديد. أرجو منكم متابعة قناة توتو على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكراً.